في عام 1986 الأهلي على بعد خطوة من المجد. هدف مبكر من طلال صبحي أشعل الحلم، لكن الكرة لها وجه آخر. النهائي ضاع، الحلم تأجل. حين عاد الحلم للواجهة جاء المنع أقصى من الهزيمة. الأهلي يستبعد من المشاركة الآسيوية والقلعة تصمت. يعني حتى آسيا احنا منعنا انه احنا نشارك فيها، كانت في تايلاند وتوقفنا الظاهر 3 مدري 5 سنوات من المشاركة رغم انها كانت بطولة. كان وقتها انه ما في فريق يلعب في تايلاند، بس بعدها ب10 ايام 15 يوم منتخب اليد تأهل كاس العالم من تايلاند. احنا منعنا من كنا جاهزين على فكرة، كنا طالعين حقيقة. هذيك البطولة يعني كانت منتهية يعني. ثم في عام 2012 الأهلي يعود أقوى، أشجع وأقرب من أي وقت مضى، لكن آسيا لم تكن مستعدة تعانق الأخضر، وانهارت الأحلام مرة أخرى. وفي 2025 بعد عقود من الانتظار الأهلي يعود إلى النهائي، هذه المرة أمام كواساكي الياباني. من 90 دقيقة مرتقبة، ضربة البداية مشاهدينا متابعينا. سيدي من التضحيات